السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل طريقة كشري مصري طعمها بجد بجد احسن من اي محل. وكمان هنعمل الصلصة والدقة بتاعة التوم والشطة اللي هي الشطة الزيت بتاعة المحلات بأسهل طريقة ممكن تشوفوها، وهتعرفوا ازاي طالع مفلفل وجميل بالشكل ده. اول حاجة جبت 3-4 بصلات تقطعوهم بالشكل ده، واي بصل موجود عندكم ابيض احمر الموجود بصراحة. وحطيت عليهم معلقة نشا. كنت انا مسخنة الزيت، يعني النشا بحطه اول ما احطه انزل بالبصل على طول في الزيت. انا مستخدمة هنا 1.4 كوب زيت، هي كتير بس عشان هنعمل بيها باقي الوصفات كلها. هنا البصل طالع ذهبي ومقرمش وجميل. النشا بيديله قرمشة، مهما سبته طول اليوم هيفضل مقرمش محتفظ بالقرمشة بتاعته زي ما هي. انا بقى شلت نص كمية الزيت على جنب عشان هستخدمها في باقي الحاجات اللي هعملها. وجبت الشعرية حطيتها وحمرتها تطلع بلون ذهبي فاتح مش غامق بالشكل ده، طلع باللون ده. كمان التصوير مغمق اللون شوية. وحطيت عليها العدس الاسود ده انا نقعاه نص ساعة في مية مغلية. وصفيته كويس وغسلته وحطيته مع الشعرية وقلبتهم مع بعض. وبعدين نزلت بكمية الرز اللي انتوا حابينها، برضو غسلاه ومصفيه كويس، ما يكونش مبلول وما يكونش فيه مية عشان ما يعجنش. سر النجاح بقى اي رز او كشري عشان يكون مفلفل لازم نقلبه شوية حلوين كده في الزيت، شوية نقلبه 2-3-4، نفضل نقلب 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 عشان يطلع مفلفل وحلو. انا هنا التوابل حطيت معلقة صغيرة كمون ومعلقة ملح ومكعب مرقة دجاج. الخطوة دي اختيارية بس حرفيا بتخلي الطعم تحفة تحفة تحفة. وزودت بالمية وسبتهم بقى عبال ما يكونوا استووا اعمل انا بقى باقي الوصفات. جبت هنا شوية زيت من بتوع البصل تحمير البصل، وحطيت عليهم 3 فصوص توم مفرومين، وعليهم كيس صلصة يعني معلقتين صلصة، وقلبتهم في الزيت. وحطيت عليهم البهارات بتاعتي، معلقة صغيرة كزبرة ومعلقة صغيرة كمون وشوية فلفل، نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة بابريكا. قلبت البهارات شوية في الزيت، نزلت عليهم بأربع معالق خل كبار، 4 معالق كبار خل. وبعدين قلبتهم شوية مع بعض ونزلت بعصير الطماطم اللي انا كنت فرماه. انا هنا حطيت صلصة عشان الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا قوي. وحطيت معلقة صغيرة ملح ونص معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم والخل. وسبتهم يتسبكوا لحد ما وصلت للقوام ده. هو القوام ده بيكون كويس قوي للصلصة بتاعة الكشري، مش اخف ولا اتقل من كده، ده القوام المناسب. بعد كده جبت شوية زيت برضو من بتوع البصل، زي 3 معالق كده، حطيت فيهم معلقة بابريكا صغيرة ومعلقة كبيرة مليانة هرمية شطة، عايزين تزودوا براحتكم. وعليها زي ما يعادل كوباية الا ربع الكوباية صلصة من اللي احنا عملناها. انا هنا كنت مستخدمة نص كوباية بس عشان مش كلنا بنحب الشطة. وقلبتهم شوية مع بعض ونزلت عليهم بنص كوباية مية عادية، وسبتهم على نار هادية يغلوا شوية مع بعض. سبتهم زي 10 دقايق او 15 دقيقة على نار هادية يغلوا. وطلع الشطة بالقوام التحفة اللي احسن من اي محل، طعمها تحفة. بعد كده عملت دقة التوم، جبت كوبايتين كبار مية مغلية عليهم، حطيت عليهم 5 فصوص توم. انا كنت فارمة مع التوم نص قرن فلفل اخضر عادي بارد مش حر. حطيت عليهم نص كوباية خل ومعلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة سكر عشان تعادل حموضة الليمون والخل. عشان انا هنا وكمان حطيت عصير 3 ليمونات كبار، ممكن نحط 4 لو هم صغيرين. بجد طلع طعمها خطير. انا هنا كنت سلقت المكرونة مش حاطة في المية ملح ولا زيت ولا حاجة، بس لما طلعت وصفتها كويس حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل وقلبتهم كويس مع بعض عشان تبقى مفلفلة. هنا بقى الرز كان استوى وطالع مفلفل وتحفة ازاي.
علشان قلبناه كتير مع الزيت والشعرية والعدس، قلبناه كتير شوية حلوين مع بعض. هو ده سر نجاح وان هو يطلع مفلفل بالحلاوة دي، ان احنا نقلبه كتير. وكله بقى اجمل طبق كشري مصري، احسن من اي طريقة عملتوها قبل كده ومن اي محل. لوحة فنية يا جماعة، وطعمه بجد ولا غلطة. وكل مكون عملته سواء الصلصة او الدقة او الشطة طلع طعمها خطير وحلو قوي قوي قوي. انا اليوم ده كنت عاملة الكشري عند مامتي والبيت كله كل منه، وبجد بيعشقوا ياكلوا الكشري من ايدي لان بيطلع طعمه تحفة وجميل. وبيقولولي دايما يقولولي احسن من المحلات بكتير. انا كمان واثقة ومتأكدة انكم لو جربتوه بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه غير بيها بعد كده. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد